اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنعمل النهاردة العيش البلدي أو العيش المنفوخ أو العيش المصري على البوتاجاز وفرن البوتاجاز. عامله لكم الطريقتين دول في فيديو واحد، مش هياخد معانا أي وقت، وكل كيلو دقيق واحد، وكل الكمية هخليها معاكي تتنفخ وبأقل الإمكانيات وبأسهل من السهولة. شايفين ازاي؟ اللهم بارك. وهقولك ازاي وايه الطريقة اللي يتنفخ بيها وينجح معاكي من اول مرة. يلا بينا نبدأ على طول في الوصفة. جبت هنا العجانة بتاعتي، او لو انت عايز تعجني على ايدك براحتك يا ست الكل اللي يريحك. جبت كيلو من الدقيق وحطيت عليه كوباية من دقيق الحبة الكاملة، وحطيت عليه الملح، نص معلقة ملح، وعليه كمان حطيت في نص كوباية فيها، جبت كوباية حطيت فيها نص كوباية مية، حطيت معلقة كبيرة من السكر وباكت من الخميرة، وقلبتهم شوية عشان اتأكد من نوع الخميرة. خلصت على طول هركب العجانة كده بتاعتي وهحط الخميرة اول ما لقيتها نشطة. اللهم بارك. سميت الله وبدأت على طول العجن، وبحط المية دي بالتدريج، وكل نوع دقيق بياخد المية بتاعته على حسب الدقيق. يعني انا معايا هنا اخد حوالي 3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات من المية، من 3 ل3.5 كوباية مية. في انواع بتاخد اقل، انا كنت جايبة قبل كده انواع اخدت حوالي 2.5 كوبايات من المية، على حسب نوع الدقيق. هنا استخدمت كوباية من دقيق الحبة الكاملة. ليه؟ عشان خاطر يديني زي شكل العيش اللي بنشتريه في الفرن بتاع المصري او فرن العيش البلدي. ما عندكيش طيب يا ست الكل دقيق الحبة الكاملة، حطي كوباية من الردة، حطي كوباية من دقيق القمح. كلها دي اختيارات تقدري عندك، اختاري اللي انت عاوزاه. بعد كده اول حاجة، بعد كده سبتها بعد ما عجنتها وخلاص سبتها تتخمر نص ساعة لساعة الا ربع. ده لو في الصيف، لو في الشتاء بتاخد ساعة ونص. بعد ما اتخمرت معايا ما شاء الله، ملت البولة بتاعت العجين، بدأت ان انا اقطع من غير ما افرغ الهواء. انا مش بفرغ الهواء نهائي في الخبيز. كورتها كده التكوير اللي انت عايزاه والاحجام اللي انت عاوزاها، وسبتها برضو نص ساعة او ربع ساعة بالظبط تتخمر، عشان الحجم بتاعها يتضاعف ويطلع العيش جميل ان شاء الله. حطيت بقى، جبت كورة او عجينة او من العيش المدور، وحطيت على الرخامة الردة، وبدأت ان انا افرد فيها. بتفرد ازاي؟ بالنشابة، بتحطي من نص الكورة لبره، من نص لبره، وبتبدأي ان انت تعملي في كل الكورة بتاعت العجين، في كل الكورة مش ناحية واحدة بس. وببدأ ان انا انفضها كده، بيبقى حجمها سنتي، وبسيبها برضو تتخمر حوالي 10 دقايق او ربع ساعة. يعني اعملي 10 ترغفة، 10 دقايق كده تسيبيهم وعلى طول تبدأي. ادي ببدأ من النص، بحط الاول الردة على الرخامة، وببدأ ان انا افرد. طيب لو مفيش ردة يا ست الكل، مفيش اي مشكلة، تقدري تحطي دقيق، لكن مش بيتفرد لوحده، وهتلاقي العجينة ملزجة شوية، دي طبيعتها. يعني انتوا هتلاقوها اهي بتلزج شوية في النشابة. مش بحط اي حاجة من فوق، لانها ما شاء الله عجينة طرية، ومش محتاجة ان انا احط لها حاجة عشان تتفرد معايا. يدوب بديها قلبتين وبروح اشيلها على طول، بسيبها عشان تتخمر تاني، ترتاح العجينة. بعد التفريد لازم تتخمر. لو انتي على طول نشبتي ورحتي حطيتيها على الطاسة، مش هيفرد، مش هيتنفخ معاكي. ادي سبتها 10 دقايق. شايفين العيش ازاي فيه زي فقاعات اتعملت؟ دي من كتر التخمير. ريحتها، عشان كده انا هتأكد ان العيش هيتنفخ معايا. خلاص ارتاح معايا واخد كامل راحته.
بحطه على الطاسة. طبعا الطاسة اكون حطاها على عين البوتاجاز قبلها ب5 دقايق، يعني تكون سخنة مولع نار، عشان اول ما احط الطاسة، اول ما احط الرغيف يتنفخ معايا على طول، لان لازم الطاسة تكون سخنة، مش بيتحط الرغيف على طاسة باردة. ببدأ ان انا اقلب فيه كده، وفي كل تقليبة بياخد ثانيتين واقلبه الناحية التانية، هتلاقيه اتنفخ معاكي. ولو اتنفخ في حتة تقدري تضغطي عليها بالراحة كده، هتلاقي الهواء دخل من جوه الرغيف كله. ادي شايفين، اللهم بارك، مش محتاج اي حاجة، الطاسة سخنة ومش محتاج ان انا اعمل فيه اي حاجة. بديله ضغطة بالراحة كده عشان اوزع الهواء على العيش. عايزة تدخليه في الفرن عشان ياخد لون يحمر من الوش براحتك، مش عايزاه وعايزاه ابيض كده عشان خاطر لو حواوشي او لو سندوتش مثلا حبيتي تحشيه اي حاجة عايزاه ابيض براحتك خالص. انا بسيب نصه ابيض ونصه بديله التحميرة، عشان خاطر التحمير ده اللي احنا بنتعشى او بنفطر فيه، لكن اللي بسيبه الابيض ده ببقى عارفة ان هو للحواوشي. ادي اللهم بارك، اول ما بحطه في الطاسة بيتنفخ معايا، وده على عين البوتاجاز. طيب لو عايزة اعمله في الفرن، يا دوب بديله تشميعة على عين البوتاجاز يعمل زي فقاعات كده، مش بيلحق يتنفخ. وبحطه على الشواية فرن البوتاجاز بكون مشغلاها قبلها ب10 دقايق، يعني اول ما اعمل العيش واسيبه يتخمر يرتاح تاني من الفرد، بروح على طول مشغلة الفرن بتاعت البوتاجاز، ومش بشغل الفرن، بشغل الشواية اللي هي من فوق، بشغلها وبسيبها 10 دقايق عشان تسخن خالص، بحيث اول ما احط العيش تحتها على طول يتنفخ. وبيتحط تحت الشواية مباشرة. شايفين، انا جايبه لكم صورة، ادي النار وادي العيش عشان يتنفخ معايا. العيش اللهم بارك كيلو دقيق طلع معايا حوالي 15 او اكتر كمان والله، كله طري وهش. شايفين الطراوة بتاعته. اهم حاجة بقى هنا العيش ده، ادي العيش الكبير، اول ما بتطلعيه لازم تطلعيه على صينية وتكوني مغطياه وتسيبيه ينشف. لو نشف منك العيش كده باظ وهتلاقيه اتكسر معاكي. شايفين الظهرية بتاعته، شايفين ازاي مفرغ خطير، ده تحشي بيه سندوتش جبنة، مربى طحنية، سكالانس، اي حاجة تتخيليها او اي حاجة تتعمل ممكن تحشيها فيه. العيش كله طالع، اللهم بارك. فتحت لك رغيفين عشان تتأكدي ان هو حلو. اول ما بتغطيه يا دوب بتسيبيه كده يهدى هو متغطي، بتروحي على طول جايبة الكياس وتكوني حطاه في الكياس، وتكوني قافلة الكيس كويس من الهواء عشان ما ينشفش منك.